خلينا نقول كده مع بعض، ايه الادويه اللي ممكن تسبب عندي السمنه؟ ادويه طبعا الهرمونات بقى، كورتيزون. تمام. ايه تاني؟ بعض ادويه السكر والانسولين. هو الانسولين اصلا انابوليك هرمون، يعني هرمون بناء، فبيبني دهون وبيبني عضلات. فبالتالي لو واحد بياخد دهون انسولين فده ممكن ايه؟ يزود عنده دهون في الجسم. زائد بعض الادويه اللي بتحفز شغل الانسولين، يعني الدوايين دول دوايين سكر، السلفونيل يوريا وايه والساليزيدينون. ده اللي الدوايين دول ادويه سكر زي اسمهم مثلا اكتوس في السوق، ده من الادويه اللي ايه بتزود السن. تمام. بعض الادويه الانتي ديبريسنت والادويه النفسيه. هو مراكز الجوع في المخ ومراكز الرضا مرتبطه بمراكز الاكل، فلما الواحد بياخد حاجه معينه بتحسن المود فده ايه من الحاجات اللي بتفتح الشهيه، فيبدا ياكل، فيحصل له اكتئاب اكتر، فياخد ادويه اكتر، فيبدا ياكل سايكل بقى، يخش في سايكل ايه مقفول. زائد بعض الهرمونات اللي هو زي الكورتيزون، وبعضه ايه ادويه بتاعه منع الحمل برضو منتشره وبتعمل برضو ويت جين كتير. تاني حاجه الاستريس والسليب ديبريفيشن، يعني نقص النوم والضغط النفسي. الحاجات دي برضو ايه بتسبب زياده الكورتيزون. احنا قلنا الكورتيزون بيزيد مع الاسترس. زائد نقص النوم، لقوا ان انت لما بتنامش بيبدا يحصل ايه بقى؟ بيزيد الكورتيزون وبيزيد هرمون اسمه الجرلين ويقل هرمون اسمه الليبتين. طب ايه فايده دول؟ ده هرمون الجوع وده هرمون الشبع. خد التقيله. فبالتالي عايزين نقول البيتزا بتاعت 12 بالليل دي مش انت يا راجل، يعني ده الجرلين، فاهم؟ يعني ده بعد بالليل لو انت بتطبق بقى وتعيش وقت طويل، تيجي على بالليل كده يا الواحد جاع، انت مش جعان ولا حاجه بس فجاه الايه؟ ايموشنال ايتنج. بس احنا قاعدين قاعده حلوه، طب ما تيجي نطلب بيتزا، فاهم؟ طب البيتزا دي بقى بتاعت ايه؟ الجرلين ده. فيبدا الكورتيزون يعلى، الجرلين يعلى، هرمون الجوع. فاكرين مراكز الجوع والشبع بتاعت الهايبوثالاموس؟ دول بيشتغلوا عليهم. ده بيطلع من المعده لما تكون بطنك فاضيه، يقول لك انت بطنك فاضيه كل. وده بيطلع من الخلايا الدهنيه لما تكون واكل، وما تكون تخين فيطلع ويقول لك ايه؟ ما تاكلش. فدول بيحصل فيهم ايه؟ بيتلخبطوا بقى، ده بيزيد فبتجوع وده بيقل فبيحصل عدم شبع، زائد زياده في ايه؟ في الكورتيزون.